المعلم كان يؤدب في المدرسة يعلم ويؤدب. وكل ما جاء طالب يعني ضرب في المدرسة يسألوه أهله ليش انضربت؟ يخبرهم، يشكروا المعلم اللي ضربه. كان تأديب، وكان مجتمع متماسك، وكانت القيم تجدها في كل مكان في كل زاوية. ما كان في اسمه حرية شخصية. لما يشوفك حتى جلستك ما قال زين يقول لك اعتدل في الجلوس. تربية في كل مكان. ولذلك لاحظتوا انتم الأوائل كيف كانوا قيمهم وأخلاقهم، ويعني ما كان لديهم شيء تشعر انه هذا مستورد من الخارج. قيم عمانية أصيلة، كرم، فكر، إيمان، خلق. وشوف في الإسلام لما انتشر في آسيا وأفريقيا، هل انتشر بالهجوم والسيف والقتال لا، انتشر بالأخلاق والمكارم الحميدة والقيم السامية. لما شافوا هؤلاء التجار الآخرين، شافوا قيمهم وشافوا سماتهم الجميلة جدا الدينية اللي يحملوها كرسالة، أسلمت الناس. وبقي الإسلام في تلك المناطق في آسيا وأفريقيا لا يزال يعني بقوة، بينما في بعض الدول اللي أتاها بالغزو وبالسيف وبالقوة انتهى، ذاب يعني، إلى أن عاد الآن مرة أخرى إن شاء الله تعالى بقيم الآخرين. فنحن نقول الاهتمام بهذه المستويات كلها جدا مهمة، وإهانة الكرامة يعني لها مفاصل كثيرة. يجب أن نعرف هل هي إهانة فعلا ولا هي تربية ولا هي خلق. وموضوع حرية شخصية هذه حقيقة غير سليمة، وفيها كثير من التبعات السلبية جدا. حرية الشخصية يا أخي العزيز أنك تبقى على قيمك وأخلاقك النبيلة، وأن لا تسيء لنفسك وتسيء للآخرين، أن تحترم المكان اللي أنت فيه، تحترم بلدك، تحترم أمتك. وغير ذلك أنت بينك وفي بيتك الداخلي لك حريتك الشخصية في الداخل في البيت ما حد يعرفها، بس من تخرج برا احترم الناس واحترم الآخرين. هذه أيضا كنت بعض الإخوة لما نلتقي أحيانا في موسم هذه بس فقط من باب المعلومة يعني، في موسم الخريف ترى يجون أحيانا لابسين لباس أجانب، يعني بعض السواح بنطلون وقميص أو هاف قصير كذا وشورت. هم يعتقدوا أنه موسم ممطر وأماكن يمكن فيها انزلاق وفيها مشي وفيها كذا، لا بأس. ولكن أنت بلدك، أنت في بلدك، أنت في وطنك عمان، يعني لا تقلد الآخرين أنه جايين لابسين ملابس غير ذلك اللباس الوطني يعني. فكنت بعض الإخوة لما ألتقي فيهم أقول لهم تعال فعل، كنت أخذ الجانب القديم هذاك مال التربية في الطريق. أنت من وين؟ يقول أنا مكان، هذا ما لباسك، هذا ما لباسك. لباسك هذيك الدشداشة الأنيقة والعمامة أو الكمة، وأنت في وطنك وفي بلدك. تمشي رياضة ما في بأس، تقدر تشيل هذه الدشداشة تحطها في سيارتك وتمشي على ملابسك الرياضية وترجع. في أشياء دخلت كثير وأثرت في الواقع، وكان بعضهم يعتقد أنه التطور هو تطور ما في اللباس، تطور في الفكر، في العقل، في المعاني، في القيم، في سمو النفس، في التسامح، في العلم. هذا هو التطور، في الإبداع، في الإنتاج. مش تطور في أني ألبس لباس يعني خارج عن بيئتي وأسميه تطور، أو أن أنظر لأسرتي يعني ما أخبرهم باللي الصح والخطأ. أنا دائما ضد النهر والنهي القوي، ومع أنك تحذر أبنائك بالإقناع. دائما كلمة لماذا في الطفل أو في الكبير أيا كان مستواه، لما تقول له هذا عيب ما يجوز، هو يسأل لماذا عيب. يسأل لأنه يشوف في كل مكان اللي هو يسويه، يشوفه في التلفزيون، في تليفونه، يكون في الأسواق، في الشارع. صحيح. يجب على المربي والمربية أن يقول لابنه لماذا عيب. قال إذا عرف السبب بطل العجب. هو تلقائيا يتركه ومقتنع في الداخل، بل بالعكس يؤثر على الآخرين من زملائه. لكن احنا عندنا أحيانا بس النهي يعني فقط ممنوع، عيب، لا تسوي، لا تعمل، بدون إبلاغهم بالأسباب.